السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا النهاردة في حلقتنا التانية من برنامج مشاكلنا، واللي بنحكي فيه كل يوم عن مشكلة من المشاكل اللي بتواجهنا. النهاردة عنوان حلقتنا بطلت تحكي لك وتتكلم معاك الأمان. برافو عليك، لو بطلت تحكي لك وتتكلم معاك انت نجحت انك تزلزل احساسها بالأمان معاك فبعدتها عنك. الغموض بيخوف وبيدي مساحة للتخيل والظنون الغير صحية. علشان كده بقولك خد بالك، إذا كنت أخ أو زوج أو أب أو أيا كان علاقتك بحواء، لازم تحسسها بالأمان. وخد بالك إنها لو في يوم من الأيام بطلت تحكي لك وتتكلم معاك، يبقى إيه؟ يبقى في مشكلة بالأمان معاها، وإنت قدرت بجدارة تزلزل إحساسها بالأمان معاك وبعدتها عنك. الغموض بيخوف وبيدي مساحة للتخيل والظنون الغير صحية، واللي دايما نتيجتها بتكون سلبية علينا. وخد بالك، الوقت اللي بتفقد فيه المرأة الأمان بتفقدها انت كمان. الأمان، الأمان يا صديقي شعور غامض يجسد الارتياح. الأمان هو الصدق، هو الثقة، هو الحب، هو السعادة الأبدية. الأمان هو اللي بيخليها تتكلم معاك من غير ما توقف عن كل حاجة وأي حاجة، وهو اللي بيخليها لو فقدته ما بتتكلمش معاك في أي حاجة. علشان كده خد بالك وبلاش تفقدها الأمان، لأنها لو فقدت الأمان ممكن تدور على الأمان في مكان تاني، ودي نتيجة دايما بنلاقيها سلبية. أفكارها هتبدأ تستخبى عنك. ليه؟ لأنها فقدت الأمان معاك، وما ينفعش تفقد الأمان معاك. استنوني الحلقة اللي جاية. مع تحياتي محمد جمال، شكرا ليكم.